جاب اللي جاب سنه هو اللي جاب ضربه الجزاء. ايه اللي دخل ضربه الجزاء؟ ما هي دي اللي وصلتك كاس عالم. الراجل اللي شايل نص الملعب ده يا عم شال ايه يا عم؟ ما ترحمونا بقى. جول حلو ولا لا؟ يابا لا، عشانك انت لا. ايوه عشان انا دي ماشي، لكن هو الجول حلو. لا مش ده فرقه عاديه يا جدعان، ده 10 سنين بيلعب دوري ما جابش جول. كابتن رضا ما انت بتقعد تطبل لما الاهلي ولا الزمالك بيجيبوا جول في فرقه صغيره بتقول جول عالمي، بس بيبقى اللاعب على مزاجك. طبعا. عرفت بقى؟ لا مش عرفت. عرفت ان انا بقول لك صح يا جدع، ده هو شايط وخلاص. ومين هو ماله؟ ما هو شايط، هو حط وش رجله في الكوره وجات خلاص. ايه المشكله بقى؟ انت بتعاقبه عشان حط وش رجله. لا لا بص، الاجوان اللي دايما فيها فنيات غير الاجوان. طب ما كان حسني عبد ربه اهو، كان محمد شوقي. كابتن رضا انا اعرف واحد كان بيلعب فرقه كبيره جدا، والماتش ده هو اللي جاب بطوله الدوري ماشي في السنه دي، وجا في الدقيقه 48 الكره جات له على 18 قام شايطها كده وخلاص. عارفه ولا لا؟ يعني ياخدها على صدره، ياخدها على صدره. ينفع اقول لك ان جول كده بالصدفه؟ لا مش بالصدفه. بيرمي على جول رضا عبد الهادي في جمهوريه شبين اللي الاهلي حسب بيه بطوله الدوري. يا عم الناس لا عارفه شبين ورضا عبد الهادي، احنا صايمين يا عم، ما تقرفناش معاك. لا انا بعترف ان انا قلت لمحمد بركات وكلمته في التليفون، وقبل ما اكلمه في التليفون المدير الفني اتكلم معاه، كان في وجود المترجم، واتكلم معاه ان عصام جاي له عرض، وهو يعني بنحاول ان احنا نساعده، واتكلم معاه. بعد كده رجع بركات قال له يا كوتش مفيش مشاكل، بكره نجتمع مع بعض ومفيش اي مشاكل في الموضوع. بعدين كلمت بركات على موضوع العقد، اتكلم معايا قال لي مفيش مشاكل، انا اتكلمت مع الكوتش والكوتش هيجتمع معايا بكره وهنخلص الموضوع خلاص. يعني هو سمح لك تمشي؟ لا ما خلاص، هو طبعا اخدت الاذن من الكوتش واتكلمت مع بركات، خلاص الموضوع هما هيجتمعوا الا ان كان يعني تاني يوم، الا ان كان عشان هما هيشوفوا هيجيبوا مين وهيبقى مين اللي موجود مجاني في الاستاف اللي هو بتاع الجهاز الفني المنتخب الاولمبي. طيب ليه اتقال ان انت هربت فجأة، مشيت فجأة مرة واحدة؟ انا مش ضد كلمة، مش مع كلمة هروب، انا كلمة ان انا مفيش حاجة، انا ما مشيتش بفجأة، لان اللي جابني في المكان ده اولا لازم الناس تبقى عارفة، اللي جابني في المكان ده الكوتش ميكالي. بغض النظر عن اي كلام، امكانيات لحارس مرمى واحد من افضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، مش في تاريخ مصر، كرة القدم، عقلية واحد بتاعتين شوكي، ارحمنا يا رب. بس ده ما يشيلش الاهلي. انت سيبك من الماتش ولا الماتشين اللي عمل محمد حمدي هو ولا فتوح في الدوري لا في طريقه لعب فيتوريا مع فتوح هيفرق معاه جامد قوي. بس محمد ميزته ان كان كويس الماتشين او الماتش الاولاني بالذات. طب ما دي ميزه، ماتش بلجيكا وماتش الماتشات هو اللي لعب اغلب الماتشات دفاعيا، والفرق الخمسه بتوع فيتوريا قلت لك ما ترجعش، قلت لك مش هيغيروا، قلت لك مش هيغيروا، وهو اللي هيبدا الماتشين وانا عارف ومتاكد، وهو والواد كان كويس. تفسر ايه ان فيتوريا مقتنع بمحمد حمدي اكتر من طب انت مقتنع بمين اكتر؟ لا مش اكتر، لا هو مش مقتنع اكتر. انا موضوع فتوح برضو بعت فتره. هو كابتن، انت راجل، انت مدرب وكابتن عيد مدرب، ماتشين ثلاثه مع انت كابتن مدرب وكابتن عيد مدرب. وانا شويه بفهم في القصه دي. يعني انت لما بتدي لعيب ويديك، حتى لو اللعيب الاساسي تاني احسن بعد فتره، انت بتفضل مدي لده لحد ما يقعد، وفي نفس الوقت انت على اللونج مين، لا وفي نفس الوقت انت بتولع في التاني يقعد. التاني لازم يغل، عنده حل، يبقى عنده هو فتوح لا هو فتوح عنده حل غير انه يدبدب في الزمالك؟ لا طبعا ما عندوش حل. بس يا عم محمد حمدي ده اخره يلعب في بيراميدز، في فيوتشر، يلعب في مناخيره، لكن في النادي الاهلي يا عم المشروع مش ناقصه قطره، ده احنا عايزين نمشي مش نجيب.